عملت اللي قلتولي عليه وسلقت الرنجة في المية المغلية، وبصراحة كنت أول مرة أجرب الطريقة دي والنتيجة بجد كانت مبهرة. طبعا نزلت لكم قبل كده فيديو الرنجة قبل ما رمضان يخلص بأسبوع، نزلت لكم الرنجة بالطريقة بتاعتي اللي أنا بعملها على الفويل، ودي بتسهل كتير جدا جدا في التنظيف. فالنهاردة في ناس كتير جدا من المتابعين على صفحتي على الفيسبوك قالوا لي يا دعاء جربي تحطيها في المية المغلية، فقلت بإذن الله أول ما أفطر. طبعا أنا كنت صايمة الست أيام من شوال وفطرت يوم الجمعة اللي هو طبعا النهارده. طبعا الفيديو لسه هينزل لكم مثلا ممكن بعد يوم او اتنين على ما منتج الفيديو واحمله وانزله ليكم. طبعا النهارده يعتبر العيد بتاعي زي ما قلت لكم، لان انا من تاني يوم العيد ببدا صيام انا وزوجي واولادي. تمام. فانا بقى النهارده العيد بتاعنا قلت كده لازم بقى اجيب الرنجه واجربها على طريقه المتابعين. انا بصراحه كنت اول مره اجرب الطريقه دي وقلت هقول لكم نتيجتها في الاخر، وبصراحه النتيجه ابهرتني. اولا حطيتها في الميه المغليه زي ما شفتوا كده معايا ثواني بالظبط، وما شاء الله بدات تفتح معايا. وعايزه اقول لكم ان الملح اللي فيها يعتبر بينزل في الميه دي، وكمان الزفاره. ما تقوليش انها تزفر من الميه، لا والله ما زفرت ولا اي حاجه. انا كنت اول مره اجرب الطريقه وما خدتش معايا وقت خالص وانا بخليها. وزي ما انتم شايفين كده انا بحطها على مفرش اللي هو المفرش بتاع السفره، تمام، البلاستيك ده، ونضفتها ما خدتش معايا دقايق. لميت المفرش البلاستيك زي ما شفتوا كده معايا تمام، ولا بهدلنا بقى الدنيا ولا بهدلنا البوتاجاز. الطريقه سهله جدا جدا، لو انت ما جربتيهاش قبل كده جربيها على ضمانتي، بجد حلوه قوي قوي. انا طبعا نزلت لكم الفيديو لان في ناس كتيره جدا اكيد ما تعرفش الطريقه، وبصراحه زي ما قلت لكم الطريقه حلوه قوي قوي. هعمل لكم برضو طريقتين كده للتقديم، الاتنين اسهل واحلى من بعض. جبت الرنجه بتاعتي وقطعتها كده مكعبات صغيره بالشكل ده، ممكن تقطعيها اقل من كده او تفتتيها براحتك خالص. وضفت كده عليها عصير ليمون زي ما انتم شايفين كده معايا تمام، وعليها كمان رشه من الزيت. ودي كده احلى طريقه للرنجه، سهله وبسيطه جدا جدا. عايزه تعمليها بالطحينه نعملها برضو مع بعض النهارده. هنجيب الطحينه معانا بالشكل ده، هضيفها كده معايا في الكبه، وهضيف دلوقتي كده عليها فلفل حامي وبارد. وطبعا مش بضيف لها ملح ولا اي حاجه، بضيف بس عليها كده معلقه من الخل وعصير نص ليمونه، وممكن تضيفي عليها رشه كزبره او رشه بابريكا او شطه، بس طبعا احنا حاطين فلفل حامي فمش محتاجين شطه معانا. ليه بقى مش بنضيف عليها ملح؟ لان الرنجه طبعا انتوا عارفين ان هي مالحه، فمش محتاجه ان انا اضيف ملح على الطحينه بتاعتي. هضيف بس كده عليها علبه من الزبادي برضو هتدي لها طعم حلو جدا جدا. انا دايما لما بعمل سلطه الطحينه بحب اضيف ليها كده الزبادي، ما بحبش اضيف عليها ميه. طبعا دي حاجه ترجع لكم، ممكن تستبدلوا الزبادي ده بربع كوبايه من الميه، مفيش اي مشكله. وده كده شكلها. الطبق التاني بقى اللي احنا نحط على الطحينه هو الطبق ده. انا قسمت كميه الرنجه كده على طبقين، اللي بيحب ياكلها بالطحينه واللي بيحب ياكلها من غير اي حاجه خالص بالزيت والليمون بس. هضيف عليها بصل كده زي ما انتم شايفين كده مقطعاه مكعبات. وهبدا دلوقتي كده اضيف عليها بقى سلطه الطحينه اللي احنا عملناها مع بعض. وبكده نكون حضرنا النهارده احلى طبقين رنجه ممكن تاكلوها في حياتكم، طعمها حلو قوي قوي ومش مالحه خالص. بجد جربوها على الطريقه دي هتنبهروا بيها، حلوه جدا جدا. انا بالنسبه لي ضفت كده طحينه على الوش زي ما انتم شايفين كده معايا تمام. وباقي كميه الطحينه احطها كده معايا في طبقين صغيرين للي عايز يكمل كده وهو بياكل بالخبز البلدي. هحط كده على الطحينه بس رشه كده من الكزبره، ورشه كده من البابريكا او الشطه على حسب ما بتحبي. ونزين بقى كده الاطباق بتاعتنا، العين اللي بتاكل الاول، مفيش بقى احلى ولا اجمل من كده. فاضل بس كده معانا حاجتين انا بحب دايما اقدمهم مع رنجه، وهي بقى يا اما بطاطس محمره او شيبسي. عندي مكنه الشيبسي اليدويه دي حلوه قوي قوي وسعرها رخيص في حدود ال 100 جنيه. بصراحه حلوه جدا، بتعملي الشيبسي في دقايق وما شاء الله ما بياخدش معاك اي وقت خالص، ومن غير اي اضافات. انا يا دوب بقطعه زي ما انتم شايفين كده معايا تمام وبقليه في الزيت. طبعا انا ما حبيتش اطول عليكم، انا احمره في الزيت واوريكم شكله بيكون عامل ازاي. ما شاء الله حلو قوي قوي، وعمرك ما تشتريه من بره خالص. مفيش احلى ولا اجمل من كده. وكمان هقدم كده معاها بصل. انا بصراحه دورت على بصل اخضر بس بصراحه ما كانش متوفر عندي، فقطعت كده معايا بصل وحطيت كده عليه سماق وخل وليمون وملح طبعا. وده كده شكل الشيبس اللي انا قطعته معاكم. ما شاء الله وجبه متكامله حلوه جدا جدا، خبز بلدي بقى وبالف هنا وشفا على قلوبكم. لو في بصل اخضر كان يبقى احلى واحلى. بكده فيديو النهارده يكون خلص، اتمنى يكون عجبكم واشوفكم على خير ان شاء الله.